ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بلغنا استشهاد هذا البطل وجب علينا الوصول مهنئين ومعزين. فمهنئين لأن نهايتها من هذه الدنيا أتت على هذه الصفة التي نتمناها جميعا، وهي الشهادة، لما نعلم ما أعد الله سبحانه وتعالى للشهيد من نزل من ساعة وفاته إلى أن تقوم يرث الله الأرض ومن عليها، ثم شفيعه الله سبحانه وتعالى في أهله كما وعدنا، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الميعاد. والمعزين لفراقه لا لوفاته، في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نسأل الله العلي القدير أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يكرم نزله، وينزل منزلة الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن لا يفتنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يشفعهم فينا كما شفعهم في أهلهم هو من سبقهم من الشهداء. معزين نيابة عن أنفسنا، ونبلغكم تعازي القيادة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، فقد بلغنا بذلك وكلفنا بها. معزين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم الصبر، وهو بالنسبة لهذا الشهيد فهو حي عند ربه كما وعدنا سبحانه وتعالى. نسأل الله لكم الصبر والثبات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يجزاكم خير ويكتب اجركم ان شاء الله. الحمد لله، هذا قال الله قدر. هونت علينا المصاب يا ابو عبد الرحمن، الله يجزاك خير. انتم كل من شارك ومن حضر، الله يكتب اجركم.